لا يا شباب، هشرح اول بس محاضرة في الفسيولوجي رابid كده، وان شاء الله هحاول اكمل بقية المحاضرات يعني عشان بس نخلص منها. طيب، اول حاجة في المحاضرة هو الدكتور محدد الاوتلاينز. انا هتكلم في اول حاجة على الجنرال فانكشن بتاع الجي اي تي ذات نفسه، ودي هتاخد سلايدايه واحدة، وبعد كده describe الستراكشر بتاع الجي اي تي، وبعدين النيرفس كنترول بتاعه والهرمونال كنترول. دول اللي هياخدوا وقت شوية. طيب، اكيد انتم مذاكرين ده، فانا يعني ايه هنعدي عليه بسرعة، بس هنقول كل حاجة. يعني الفانكشنز اوف gastrointestinal tract، الفانكشن الاولاني بتاعه ايه؟ انه بيبروفايد الايه، البودي بالووتر والالكترولايتس والفيتامينز والنيوترينز. اظن دي بديهيات يعني، هو استحيل يسال في حاجات زي دي. هو ممكن يسال في دي، بس هيبقى سؤال برضه سهل. ريكوايرز موفمنت اكيد للفود عن طريق الموتيليتي بتاعت الجي اي تي، والسكريشن للدايجستيف انزيمز عشان يحصل دايجيشن، وبعد كده هيبقى ابزوربشن عشان الحاجه اللي انا عملتها دايجست دي يحصل يعني تمتص في الجسم، وبعد كده سيركيشن اوف بلاد، وبعد كده الكنترول اللي احنا هنعمله للجي اي تي فانكشن ده. ماشي. طيب، الاستراكشر احنا كده المفروض ان احنا عارفينه. ده الميوكوزا، وبعد كده في السب ميوكوزا، وبعد كده في السيركلر موسلز، وبعدين ايه، اللونجيتيودنال انر سيركلر واوتر لونجيتيودنال، وبعد كده عندي السيروزا اهي بالميزوثيليوم حواليها. ماشي. طيب نيرفس كنترول بقى بتاع الجي اي تي، الموتور والسكريتوري فانكشن الجي اي تي ار كنترولد باي مين؟ انتريك نيرف بلكسسز. يعني ايه انتريك نيرف بلكسسز؟ زي ما كنا بنتكلم في الهارت ان في حاجه هي الوحيده اللي بتبدا، او انترنسيك نيرفس سيستم. ماشي. هي هنا انتريك بمعنى يعني ريليتد للانتستين، مش معناها انترنسيك، بس هي ستيل انترنسيك زي القلب بالظبط. انه الباراسمباثيك والسمباثيك سبلاي بتاعه بيخليه ريجوليتد، بس يعني هو مش بيبداه، لا هو اوريدي من نفسه عنده موتيليتي بتاعته، وبيبدا من نفسه في نيرف سيلز جوه الايه، الوولز بتاعت الانتستين. طيب بنسميها ايه؟ انتريك نيرف بلكسس او الجوت برين، لانه عنده برين لنفسه، لانه احنا بنتكلم في البرين ان هو مجموعه من السيلز، نيرفس سيلز. هو هنا برضه نيرفس سيلز بس جوه الانتستين. هما نوعين، يا اما ماينتريك بلكسس يا اما سب ميوكوزال بلكسس. الماينتريك من اسمها مايو، يعني ما بين العضلات، يبقى تبقى ما بين طبقتين العضلات، طبقه الاوتر لونجيتودينال والانر سيركولار، بس مالهاش علاقه بالايه، بالماسكولاريس بتاعه الميوكوزا. هي لها علاقه بالمين؟ بالماسكولوزا اللي هي الاوتر لونجيتودينال والانر سيركولار، ما بينهم هو ايه؟ الماينتريك بلكسس دي، ودي كنترول الموتيليتي. ماشي. السب ميوكوزال هو طبيعي ماينتريك بتكنترول الموتيليتي عشان هو المسلز هي اللي هتعمل الموتيليتي، لكن لما نيجي نتكلم في السب ميكوزا، ايه اللي موجود في السب ميكوزا؟ هيقول لك ان هي سكريشن وبلاد فلو. ليه؟ لان البلاد فلو اصلا موجود جوه مين؟ جوه السب ميكوزا. طب والسكريشن اصلا الجلانس كلها بتنزل من الميكوزا وتبقى موجوده فين؟ حوالين مين؟ السب ميكوزا. يبقى عشان كده السب ميكوزا نيرف بلكسس هي اللي هتبقى مسؤوله عن الكلام ده كله. ماشي. طيب، يبقى السب ميكوزال بلكسس والماينتريك بلكسس دي ما بين التو ماسل لاير دي في السب ميكوزا. ماشي. it receives ايه؟ sensory information from chemoreceptors وميكانو ريسبتور. هي بتستجيب لمين؟ مش ده انتريك، هيستجيب مع نفسه لوكال ريفلكس. اللوكال عن طريق كيمو ريسبتور لو ماده كيميائيه اتغيرت، يعني مثلا زي ما بقول لك التغير الاتش، الهيدروجين كونسنتريشن والكلام ده كله كيمو. ميكانو يعني ايه؟ يعني عن طريق الشد. يعني لما يبقى في مثلا بولس من الطعام جوه الانتستين، فهتشد المصل اللي بره، فده يبقى يحفز الميكانو ريسبتور. تمام. طيب. طيب، باراسمباثيك سيستم والسمباثيك سيستم دول ريجوليشن بس، مش انيشيشن للنيرف جوه ايه، الانتستين. الباراسمباثيك سيستم اكسايتاتوري، ودي خدناها في السنه اولى وعارفينها. اكسايتاتوري في الايه، في الجي اي تي. معظم الحاجات الباقيه لا، هو انهبيتوري فيها. on the function of the GIT increase motility وسكريشن blood flow opens the sphincters. بس هنا لازم تبقى عارف حاجه، عشان في الفارما في حته لخبطه شويه في الموضوع ده، هي هتبقى في السمباثيك مش في الباراسمباثيك، هنقولها بعد شويه. المهم الاكسايتاتوري في كل حاجه. الاكسايتاتوري في الجي اي تي يعني يعمل ايه؟ يعني يعمل كونتراكشن في المسلز عشان يزود الموتيليتي والاكل يتحرك، واوبن للسفنكتر عشان الاكل يطلع منه. طيب، اسكاليت فيا مين؟ فيجاس وبيلفيك. لو جيت هنا هتشوف، هتبقى عارف المفروض ان الباراسمباثيك بنسميه ايه؟ كرينيو ساكرال. فهو هنا الفيجاس هيطلع من واحد من الكرينيال نيرفز من البرين ستيم، وبعدين عندك هنا الساكرال هيطلع منها البلفيك. يبقى الفيجاس جاي من ايه؟ من البرين ستيم، والبلفيك جاي منين؟ من الساكرال. كرينيو ساكرال باراسمباثيك. ماشي. الفيجاس هيسبلاي كله لحد الابر بارت بتاعت الايه، الكولون، اما البلفيك هياخد من اللور بارت بتاعت الكولون وينزل مع الانال كانال. كتبها لك هنا، سبلايز الاسوفاجس ستوماك بنكرياس سمول انتستين وبكل الكلام ده. ده بلفيك نيرف بقى، لور لارج انتستين والريكتوم والانال كانال. طب الباراسمباثيك فوبس اندو نيرف سيلز اوف ذا ماينتريك وسبميكوزا بلكسس عشان يعملوا ريجوليشن للموضوع ده. طيب، السمباثيك سيستم arises from ايه؟ from thoraco lumbar، زي ما احنا عارفين برضه المثال اللي فاتت. is inhibitory to most functions of the GIT decrease motility وسكريشن وكلوز sphincters. ركز دي كلوز sphincters، مش زي الفورما انت خدت الدوبامين واللي احنا كنا قايلين شبه السمباثيك، فبالتالي ازاي بيفتح السفنكتر وكل الكلام ده. لا، هو احنا بنتكلم هنا ان السمباثيك بيكلوز السفنكتر وبيقلل
وبيعمل ريلاكسيشن في المصل، ريلاكسيشن في المصل ما يحصلش موتيليتي، الاكل ما يتحركش، يقفل السفنكتر الاكل ما يطلعش. هو ده اللي بيعمله الايه السمباثيك. ده كيميكال ترانسميتر از ادرينالين. طب هو ليه هنا ما قاليش ان كيميكال ترانسميتر في الباراسمباثيك الاستايل كولين زي ما انا عارف، عشان يبقى في حاجات ثانيه، هو مش استايل كولين بس. طيب جاسترو انتستينال ريفلكسز، في لوكال ريفلكسز وفي لونج ريفلكسز، هنفهمها ازاي؟ تنزل البتاع دي كلها. اللي بالاحمر ده زي ما انا كاتب هو عباره عن لونج ريفلكس. طب اللي باللبني ده شورت ريفلكس. طب بالراحه كده، اول حاجه نبدا من هنا، ماشي. في حاجه حفزت الكيمو ريسبتور او الميكانو ريسبتور، هيطلع لوكال افرنت نيرف رايح لمين؟ للماينتريك بلكسسز، ماشي، او السب ميكوزا بلكسسز، فيحصل حاجه معينه يقوم عامل لي لوكال افرنت، ماشي. يعني مثلا انا عرفت في الكيمو ريسبتورز هنا ان الهيدروجين كونسنتريشن علا، يبقى البي اتش قلت، يبقى انا الاسيد محتاج اعمل له انهبيشن، فيقوم رايح للماينتريك والسبميكوزا بلكسس. مين اللي مسؤول عن السكريشن؟ السبميكوزا. يعمل ايه؟ يقلل الاسيد سكريشن، ماشي. لما يقلل الاسيد سكريشن يقوم عامل لوكال افرنت، يبقى يقلل الاسيد سكريشن من هنا، يبقى الاندوكراين سيلز تقلل الاسيد سكريشن، او السكريتوري سيلز تقلل الاسيد سكريشن. كل ده ايه؟ لوكال في نفس المكان، انا ما طلعتش للسي ان اس، ما اروحش للبرين في حاجه. ده الباث واي الاولاني. الباث واي الثاني اللي هو بالاحمر ده، ان برضه كيمو ريسبتور وميكانو ريسبتور اتاكتيفوا، يقوم طالع لي ايه؟ عن طريق السبانكنيك والفيجال نيرف، يروح للسي ان اس، يقول للبرين انا عايز اعمل كذا 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 كذا. البرين عنده حاجتين، يا اما يروح يريجوليت الاكشن بتاع الماينتريك بلكسس والسبميكوزا بلكسس، يا اما يروح بنفسه يعدي على الجات وول والاندوكراين والسكريتوري سيلز ويروح يعمل لها ايه؟ اكتيفيشن. كل ده هو الريفلكس. يبقى بالراحه من هنا، لوكال ريفلكسز هي ايه؟ that are integrated entirely within the enteric nervous system. يبقى انا في الانتريك بس، انا مشيت اهو في الانتريك بس، ما اروحش للبرين في حاجه، ماشي. receptors engage gut motility and secretion the center of these reflexes in enteric plexuses. اللونج reflexes the center of the reflex is in the spinal cord او البرين في السي ان اس such as ايه؟ enterogastric gastrocolic codification reflexes، ماشي. طيب هرمونال بقى كنترول، ده اخر حاجه، احنا خلصنا هنا النيرفس كنترول. طيب الجي اي هرمونز، ماشي، عباره عن 4 حاجات. يا اما هنتكلم كل اللي احنا هنتكلم فيه ده عباره عن اندوكراين هرمونز، ماشي. بعد ما تخلص هيقول لك باراكراين، ماشي. وبعد ما تخلص هيقول لك نيوروكراين. يعني ايه؟ يعني ايه الاندوكراين؟ يعني انت هرمون بيطلع من السيل من الجلاند بتاعته على الدم على طول، حلو. طيب الباراكراين يعني هرمون بيطلع من الجلاند ياثر على التشو اللي حواليه من غير ما يروح للدم. نيوروكراين يعني نيورال سيل هي اللي افرزت الهرمون ده، زي مثلا عندك في البوستيريور بيتيوتري الهايبوثالاموس فيها هي اللي بتفرز الهرمونز، فبيقولوا ان الهرمونز دي ايه؟ بنقول عليها نيوروكراينز، لان هي هرمونات بتتفرز من نيرف سيلز مش من اندوكراين سيلز اللي هي الاندوكراين سيلز العاديه اللي احنا نعرفها، ماشي. المهم هنطلع فوق، نبدا من اول حاجه من الجي اي هرمونز، واول واحد فيهم مين؟ الجاسترين، وهو اهم واحد. جاسترين سكريتد فروم ايه؟ جي سيلز، بديهيه مش مهمه، اوف ذا ايه؟ جاستريك انتروم. جاستريك انتروم اللي هو الريجن اللي تحت في الاستومك اللي قبل البايلورس، ان ريسبونس تو مين؟ بروتين، وده اهم واحد، عشان كل واحد هنعمل له يعني كي وورد ليه، يعني هو هنا بروتين، ماشي، اهم حاجه بروتين. طيب ديستنشن اوف ذا ستومك وفيجال ستيميوليشن، كيميكال ترانسميترز جاسترين ريليزنج بيبتايد. يبقى الباراسمباثيك هنا عمل انكريز للجاسترين عن طريق مين؟ الجاسترين ريليزنج بيبتايد، مش عن طريق الاسيتايل كولين، عشان لو جات لك في ام سي كيو، ماشي. طيب اتروبين does not block الفيجال ستيميوليشن اوف جاسترين سكريشن. ليه؟ لان الاتروبين بيشتغل على انه يقفل الماسكارينيك ريسبتورز اللي الاسيتايل كولين بيروح يمسك فيها، فانا اصلا مش بستخدم الاسيتايل كولين، فمهما اديت اتروبين انا ما اوقفش. عشان كده شفت الدكتور بيدي اتروبين عشان يوقف الجاسترين يبقى هو حمار، مؤاخذه يعني. المهم طيب GI hormones these are chemical substances released from endocrine cells of the GI mucosa into general circulation and then back to the GIT. طب انا ليه بروح للجنرال circulation؟ طب ما انا مش انا اصلا في الجي اي تي، يعني انا مثلا خليه في الجي اي تي لقيت ان ال HCl قل، اقوم رايح باعت هرمون للبلد ويرجع لي تاني وهكذا. ليه؟ التفسير اهو، عايز تقراه اقراه، مش عايز تقراه انا هديك الخلاصه. هو الموضوع في ايه؟ ان الفكره ان انت بتريجوليت الموضوع، انت عشان النيجاتيف فيدباك وعشان توصل الهرمون ده الاماكن كلها بنفس التركيز، وعشان الهرمون ده يبقى مثلا لو حاجه هتانتاجونايز او حاجه تزوده يعرف يزودها، كل الكلام ده في البلد مش لوكال، ماشي. ده غير ان في هرمونات مثلا يعني في البنكرياس في حاجات بتفرز المفروض هرمونات معينه، زي مين مثلا اهو cholecystokinin released into the bloodstream after a meal reaches distant organs like gallbladder and pancreas enabling them to release bile. يعني هو بيفرز مين؟ بيفرز من الجي اي تراكت، بس بيروح ياثر على الجول بلادر والبنكرياس. طب هو هياثر عليه ازاي؟ هو بيتفرز ايه؟ لوكال؟ لا، لازم يروح البلاد اول. يبقى الهرمونز دي كلها بتروح للجنرال سيركيوليشن، بعد كده ترجع للجي اي تي عشان تاثر على التشو اللي فيها. طيب دي انكلود جاسترين، كوليستوكاينين، سكريتين، وجلوكوز ديبندنت انسولين ايوتروبيك بيبتايد، ماشي. هبعت لكم البي دي اف هيبقى موجود فيه البتاع دي، ماشي. طيب
الجاسترين is secreted from G cells of the gastric antrum in response to a protein distension of the stomach vagal stimulation. ليه البروتين؟ عشان يكسروا بالايه؟ بالاتش سي ال. ليه الديستنشن؟ عشان الديستنشن معناه ان في اكل كتير، فانا هحتاج ان انا ازود الاتش سي ال. طب الفيجال ستيميوليشن chemical transmission الجاسترين releasing مين؟ بيبتايد. طيب اتروبين قلنا اكشنز فيجاسترين هيزود ايه؟ الهيدروجين ايون سكريشن، يعني هيزود اتش سي ال وانكريس كونتراكشن اوف ذا بادي اوف ذا ستومك عشان يعدي الدنيا. ماشي. في واحد تاني هيقلل الكونتراكشن ده، هنقول ايه؟ طيب اول حاجه البروتين لازم تبقى عارف ان هو بيتهضم بسرعه، يعني انت طالما في دايجستيف انزيم في البروتين بيتهضم بسرعه، فانت عندك مثلا بولس في الاستومك من البروتين، انا مش هحتاج ان انا اقعد ايه اقلل الكونتراكشن واسيبها عشان تدايجست وتفضل، لا انا عايز انجز واطلعها بره، فنقوم نفرز الاتش سي ال والحاجات اللي هتهضم البروتين ونطلعه على طول، فنعمل ايه؟ انكريس كونتراكشن اوف ذا بادي اوف ذا ستومك. طيب انهبيشن اوف جاسترين سكريشن، مين هي انهبت الجاسترين سكريشن؟ النيجاتيف فيدباك بتاعه. هو كان بيعمل ايه؟ كمان انكريز هيدروجين ايون سكريشن، يبقى الانكريز هيدروجين ايون سكريشن هيعمل ايه؟ هيعمل نيجاتيف فيدباك وينهبت الجاسترين. طيب النيجاتيف فيدباك كنترول ensures that gastrin secretion is inhibited if the stomach contents are sufficiently acidified. يعني لما الاقي ان الاسيد عندي كويس وزي الفل، انا هفضل سايب الجاسترين يفرز لي عشان يزود لي الحموضه بتاعه المعده وممكن يعمل لي ألسر؟ لا انا هقلله. طيب سوماتوستاتين inhibits gastrin release، برضو دي عارفينها. طيب زولينجر إليسون سندروم، يعني ايه جاسترينوما؟ occurs when gastrin is secreted by non blah blah blah، مش مهم، المهم ان هو ايه؟ ان هو عباره عن تيومر بيطلع في البنكرياس، ان هو عباره عن تيشو بيفرز جاسترين كتير. ماشي. تيشو بيفرز جاسترين كتير فيعمل لي زولينجر إليسون سندروم، فاجي في الدم في التحليل الاقي الواحد ده عنده ايه؟ عنده جاسترين كتير قوي. ماشي. المهم طيب كوليسيستوكاينين، ومن اسمه لو عرفت يعني ايه كولي يعني ريليتد للبايل، سيست يعني حاجه زي البلادر، والبلادر احنا بنتكلم عليه ان هو السيست، فهو زي مين؟ زي الجول بلادر برضو. طيب يعني ايه كاينين؟ يعني موفمنت. ماشي. تو موف حاجه يعني. يبقى كوليسيستوكاينين هو عباره عن هتشوف هنا stimulates contraction of gall bladder من اسمه اهو، موفمنت للبايل بره البلادر، stimulate pancreatic enzyme secretion وinhibit gastric emptying. ماشي. طيب هو ليه inhibit gastric emptying؟ اقول لك دلوقتي. نبدا بس من هنا اول. cholecystokinin is released from the eye cells of the duodenal and jejunal mucosa. يبقى هو في الدودنم وفين؟ وفي الجوجنم. عشان كده دايما بيقول لك ان الفات ما بتتهضمش في المعده، هي بتتهضم فين؟ في الدودنم والجوجنم. المهم stimulus presence of proteins and fats، وتركز على فاتس دي لان هو اللي مشهور بيها، التاني كان بروتينز. طيب in the duodenum والجوجنم actions ايه؟ stimulate contraction of gall bladder عشان ينزل لي البايل جوه الدودنم ويحصل digestion للفات عن طريق زي relaxation of sphincter of the OD. ماشي. relaxation of the sphincter و evacuation of gall bladder. او مش قلت لك كوليسيستوكاينين بيموف او بيكونتراكت البلادر؟ ماشي. اللي هو البلادر اللي هو احنا بنتكلم عليه هنا اللي هو الجول بلادر. ماشي. طيب stimulate pancreatic enzyme secretion وinhibit gastric emptying. كل ده عشان نعمل ايه؟ عشان نهضم الدهون. meals containing fat stimulate the secretion of cholecystokinin which slows gastric emptying to allow more time for intestinal digestion and absorption of fat. البروتين قلنا ان هو بيتهضم بسرعه، فانا مش محتاج ده، انا كنت بعمل كونتراكشن عن طريق الجاسترين للاستومك عشان اعدي البروتين بسرعه، وانا مش محتاج، انا خلاص عملت له دايجيشن، هو بيتكسر بسرعه. اما الفات حواره طويل، انا هفضل سايب الاستومك وعامل فيها انهبيشن للكونتراكشن عشان اسيب يعني مش الاستومك اللي هو الدودنم والجوجنم والموتيليتي عامه في الانتستين، عشان ادي وقت للكوليسيستوكاينين ان هو يهضم اللي فات او البايل والكلام ده. طيب السكرتين ثالث حاجه is released by cells مديهيه of the duodenum، موجود في الدودنم بس. stimulus الهيدروجين ايون، بس العكس بقى، الباقي كله هيقلل، السكرتين هيقلل والجلوكوز اندبندنت انسولينوتروبيك بيبتايد هيقلل الاتش. طيب هيعكسوا الجاسترين عشان الجاسترين صعبه، فدول الاثنين بيعكسوا. طيب actions of secretin، the main aim of secretin is to reduce the amount of hydrogen in the lumen of the small intestine. طيب الاكشنز اوف secretin ايه؟ the main aim of secretin is to reduce the amount of hydrogen ions in the lumen of the small intestine عن طريق ايه؟ ثلاث حاجات. اول حاجه هيزود البنكرياتيك بايكربون سكريشن، والبايكربون سكريشن ده هيعمل ايه؟ هينيوترلايز الهيدروجين ايونز. ليه؟ لان ده قاعدي وده ايه؟ حامضي in the intestinal lumen، فهي بسيطه. stimulates ايه؟ البايكربونات اند ووتر سكريشن باي ذا ليفر، كل شويه هيقعد يزود الايه؟ البايكربونات عشان احنا عايزين نقلل الهيدروجين، وانهبت الهيدروجين بس دايركتلي المره دي من الجاستريك بارايتال سيلز. ماشي. يبقى مين اول واحد انا خدته دلوقتي بينهبت الهيدروجين ايون سكريشن باي جاستريك بارايتال سيلز؟ السكرتين. ماشي. الجي اي بي اللي هو الجلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك بيبتايد. اكشنز اوف الجي اي بي ايه؟ طيب اول حاجه ستيموليت الانسولين ريليز، ماشي، من اسمه جلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك بيبتايد. انسولينوتروبيك يعني ايه انسولينوتروبيك؟ يعني بيحفز افراز الانسولين. ماشي. in the presence of an oral glucose. طيب oral glucose بس، oral glucose بس load GIP causes the release of insulin from the pancreas. عشان كده الاورال glucose is more effective than intravenous glucose in causing the insulin release and therefore glucose utilization. يعني انا لو عايز اختبر ان حد الانسولين عنده شغال كويس، اقوم اعمل ايه؟ اقوم قايل له
كل حاجه كل حاجه وبعد شويه تعالى. ماشي، يعني الدكتور بيقول لحد، بيقول له ايه، لو عايز يقيس له السكر اللي هو بعد البوست برانديال، بيقول له كل وتعالى. ليه؟ طب ليه ما زي ما كنت بقول، ليه الدكتور مش بيقول لك تعالى وانا هديك انا حقنه الجلوكوز وفي الاخر نشوف النتيجه بتاعه الانسولين هيرياكت ولا لا؟ لان هو ده اللي بيشتغل الموضوع. الاورال جلوكوز هو اللي هيستيموليت ده، فيستيموليت الانسولين، فتعرف الانسولين شغال ولا لا. عشان كده بيقول لك كل وتعالى. المهم، طيب انهبت هيدروجين سكريشن باي جاستريك بارايتال سيلز، يبقى مين ده؟ ده تاني واحد. اول واحد كان مين؟ سكرتين، وبعدين تاني واحد جي اي بي. يبقى الاثنين دول بيعملوا ايه؟ بيقللوا الهيدروجين. ماشي، يعني ايه بيقللوا الهيدروجين؟ يعني بيشتغلوا امتى؟ لما البي اتش تقل. البي اتش تقل يعني الهيدروجين زاد، البي اتش تقل يعني الهيدروجين زاد، فبالتالي جي اي بي والسكرتين هيطلعوا عشان يقللوا الهيدروجين فيزودوا البي اتش. المهم، stimuli of the release of the GIP is secreted by duodenum and jejunum. GIP is the only GI hormone that is released in response to protein and carbohydrate. يبقى احنا اتكلمنا في ايه؟ اول واحد قلنا فيه بروتين كان مين؟ اهم واحد الجاسترين. بعد كده قلنا مين الفات؟ الكوليسيستوكاينين. بعد كده قلنا مين الكربوهيدرات؟ الجي اي بي. يبقى كده احنا خلصنا الثلاث فئات بتاعت الاكل اللي احنا عارفينه. طيب بعد كده هنكون خلصنا الاندوكراينز، هنبدا في الباراكراينز. ماشي، الباراكراينز بتشتغل على التشو اللي حواليها. are released from endocrine cells in the GI mucosa و diffuse over short distances to act locally on target cells in the GIT. طيب باراكراينز are مين؟ سوماتوستاتين وهيستامين. السوماتوستاتين احنا عارفينه، السوماتوستاتين هيعمل ايه؟ secreted by cell through GIT tract in response to برضه هيدروجين اي كونسنتريشن، هيقلل الجاسترين. ماشي، هيعمل ايه؟ inhibit the release of all GIT هرمون كلهم. بص، ما تقعدش بقى تفكر لي في الام سي كيو تقول لي ده السوماتوستاتين كان بيزود كان بيقلل الهيدروجين، ومش عارف مين كان بيقلل الهيدروجين برضو، فاكيد مش لا هو هينهبته برضو، هينهبته. المهم inhibit gastric هيدروجين ايون سكريشن. يبقى كده انا عرفت الثلاثه اللي هيقللوا لي مين؟ الهيدروجين ايون سكريشن من البارايتال سيلز. اول واحد السكرتين، وبعدين الجي اي بي، وبعدين السوماتوستاتين. طيب هيستامين، عشان ممكن يجيب لك في الامتحان مثلا يقول لك which of these مثلا الاربع اختيارات مش بيقلل الجاستريك هيدروجين ايون سكريشن، هتختار بقى حاجه غير الثلاثه دول. المهم، هيستامين is secreted by enterochromaffin like cells. هتقول لي طب وايه الانتيروكرومافين سيلز نفسها عشان اعرف الانتيروكرومافين لايك سيلز؟ بص، الانتيروكرومافين سيلز هي سيلز معينه حوالين الجي اي تي بتفرز نوعين او كذا حاجه يعني، بس اهمهم السيروتونين والهستامين. ماشي، ايه الفرق بينها والانتيروكرومافين لايك؟ الانتيروكرومافين بس بتفرز سيروتونين اكتر وموجوده في اماكن معينه، الانتيروكرومافين لايك بتفرز هستامين اكتر وموجوده في اماكن تانية برضه، فهم مش مهم. of the gastric mucosa increases gastric hydrogen ion secretion directly and by potentiating the effects of gastrin والفيجا stimulation. هنا ممكن يجيب لك سؤال حلو في الامتحان، يقول لك مثلا لو زاد الهستامين، يعمل ايه في الجاسترين؟ المفروض انت لو فكرت فيها عن طريق النيجاتيف فيدباك، لما يزيد الهستامين هيزود الهيدروجين، فلما يزيد الهيدروجين هيبقى كده احنا مش محتاجين الجاسترين فنقلله. لا يا بابا، هو هيزود الجاسترين برضه، هو اصلا بيزود الهيدروجين سكريشن دايركتلي وعن طريق زياده الجاسترين وعن طريق زياده الفيجا ستيميوليشن. احنا قلنا الفيجا ستيميوليشن ده ايه؟ باراسمباثيك، والباراسمباثيك هيعمل ايه؟ ستيميوليشن لاي حاجه في الجي اي تي من الكلام ده كله، من الدايجيشن. طيب اخر حاجه واللي هي النيوروكراينز، هو في ايه؟ المهم اخر حاجه اللي هي النيوروكراينز are synthesized in neurons of the ايه؟ of the GI tract. يبقى هي اسمها نيوروكراينز ليه؟ عشان هي بتسينثسايز في نيورونز moved by axonal transport. تحسها ملعبكه، بس هي مش السيل النيرفس عامله كده وفي اكزون في الاخر، ما اكزونال ترانسبورت يعني انت تمشي من السيل تمشي لحد اخر الاكزون، زي ما كان بيحصل برضو فين؟ زي ما كان بيحصل في البيتيوتري جلاند، في البوستيريور بيتيوتري كان الهرمونات بتتكون فين؟ في الهايبوثالاموس فوق، وتمشي اكزونال ترانسبورت لحد ما توصل لتحت عند البوستيريور بيتيوتري تتخزن فيه عشان تطلع للدم ساعتها. طيب الجي اي نيوروكراينز ار فازو اكتيف انتستينال بيبتايد، ده عباره عن نيورو بيبتايد معين له اتنين فانكشن، بيأكت ككيميكال ترانسميتر وبيأكت برضه كهرمون. ماشي، طيب الجي ار بي او جاسترين ريليزنج بيبتايد هو برضه نيورو بيبتايد، ده نيورو بيبتايد وده نيورو بيبتايد. النيورو بيبتايد ده بيزود الجاسترين. ماشي، اخر حاجه الانكفالينز، دي نوع معين من الاوبيويدز، وحاجه مهمه من الاوبيويدز وكلكم عارفينها المفروض ان هي المورفين، وان هو بين ريليفر في ادمان والترامادول وكل الكلام ده. هو الانكفالين نوع من انواع الاوبيويدز وبيشتغل على بين ريليف برضه جوه بتاع ده. كده احنا خلصنا المحاضره دي في تقريبا 20 دقيقة، فكويس يعني شرحناها كلها. بس ان شاء الله هلحق اعمل لكم الفيديوهات الجاية لو الفيديو ده كويس.